بعد كده جه الأديان السماوية منها اليهودية والتي نسبت إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وجه بعد كده النصرانية اللي نسبت لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في الآية دي إن لا اليهود كانوا يهود على الحقيقة ولا النصارى كانوا نصارى على الحقيقة، لأن دول حرفوا في المنهج اللي سيدنا إبراهيم سابهم عليه، ودول حرفوا في المنهج اللي سيدنا إبراهيم سابهم عليه. لأن رسالة سيدنا إبراهيم لسيدنا إسحاق وسيدنا إسماعيل كانت بالحنيفية الإبراهيمية، وكذلك رسالة سيدنا يعقوب لأولاده كانت بالحنيفية الإبراهيمية. لكن جم بعد كده اليهود بقوا يقولوا اليهود هم الصح، والنصارى بقوا يقولوا النصارى هو الصح، وبعضهم يقولوا ان يطعنوا في دين بعض. في آية تانية ربنا يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هنا ربنا بيقول لا، اللي يمشي مع دول هم اللي دول يقولوا اللي يمشي معانا يبقى كويس، ودول يقولوا اللي يمشي معانا يبقى كويس. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، يعني اليهود قالوا بقوا يهود والنصارى قالوا بقوا ايه؟ نصارى. لو مشيتوا على منهج دول هتبقوا كويسين، ولو مشيتوا على منهج دول هتبقوا كويسين. ربنا بيقول قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ليه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هو الخطاب هنا لليهود اللي في زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فدول بيقولوا خليكم معانا ودول بيقولوا خليكم معانا. فربنا بيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما الفروع تختلف ارجع للأصل.